صباح الخير، أنا من حملة علميني كيف أقود، واليوم راح أعلمكم كيف نسوق سيارة أوتوماتيك بالجير الأرضي. طبعا أول شيء قبل ما نسوق، قبل ما نحرك السيارة، أهم حاجة السلامة، نربط حزام الأمان. ثاني حاجة لازم نصير في وضعية مريحة، نغير الكرسي بحيث أنه نصير قراب أو بعاد من البنزين اللي تحت. وشيء ثاني مرة مهم في السلامة اللي هو المرايات الثلاثة. في المراية اللي فوق، هذه هي اللي تورينا الخلفية، وفي المراية اللي باليمين، وفي المراية اللي باليسار. لازم أجهزها كلها قبل ما أتحرك. اللي تحت طبعا أول شيء باليمين عندنا البنزين. هذا هو البنزين. طبعا عادي إذا كل ما أضغط البنزين بتزيد قوة السيارة. ثاني حاجة اللي هو البريك اللي يسمونه الفرامل، يعني سيارة توقف. ثالث حاجة اللي هو السيفتي بريك اللي هو يسمونه بالعامي الجلنط لو أبغى أسويه أضغطه من هنا برجلي، وإذا بغيت أرفعه هنا بيدي. أهم حاجة إذا جيت أسوق الأوتوماتيك ما أستخدم إلا رجل اليمين، رجل اليسار أخليها مرتاحة، ما أستخدمها إلا لو أبغى الجلنط. والباقي بين البنزين والبريك لازم رجل اليمين هي اللي تتحكم بين الاثنين. كيف تتحرك السيارة؟ عندنا هذه الحروف. البي اللي هو البارك اللي هو توقف السيارة. الار اللي هو الريفرس اللي بالعام يسمونه الريوس، يعني السيارة ترجع على ورا. والان اللي هو النوترال اللي يعني محايد، يعني على الفاضي يسمونه. السيارة مو تمشي ولا تتحرك ولا على البريك، على الفاضي. يعني لو اني في منحدر مثلا راح تنزل السيارة بنفسها، تقدر تتحرك. الدي اللي هو الدرايف، السيارة تمشي. في شيء ثاني مهم اللي هو الفلاشرز، اللايتس موجودة هي دائما باليسار، يسار الدركسون. هذه توري السائق الخلفي أنا وين راح أتجه، يمين ولا يسار، بحيث أنه ينتبه. إذا إني أبغى أروح يمين وأبغى أعلم السائق الخلفي إني أبغى أروح يمين، أرفعها على فوق وراح توريني هنا في الداشبورد إنها متجهة يمين، وكمان الفلاشرز من ورا راح تتجه يمين. إذا أبغى أتجه يسار أنزلها على تحت وراح تطلع لي في الداشبورد إنها لافة يسار، وبنفس الشيء الإضاءة من برا السيارة راح تتجه يسار. طيب الحين نبغى نسوق. طبعا قبل ما أسوق رجل تصير على البريك، لو على خفيف، مو لازم أضرب بقوة، رجل على خفيف على البريك. المفتاح هذا هو، لنفرض أن شغلت السيارة. الحين أتحرك من البي للآر، نرفع الجلنط. الحين خلاص السيارة ما عليها سيفتي بريك كبير. نبغى نسوق، أرفع رجلي ما زالت على البريك طبعا. من البي دقيقة زي لازم ما راح يتحرك إلا إذا حطيت رجلي على البريك طبعا. من البي في الآر، بعدين شوي أنزل الان. إذا وصلت الان أرفع رجلي عن البريك شوي، بعدين رجع البريك. بعدين للدي، بعدين ارفع رجلي شوي، السيارة بنفسها تتحرك. الحين تحركنا. يعني مثلا لنفرض ان في سيارات وانا الحين ابغى بلف الدوار هذا بالفلاش لايتس، أبوري السائق الخلفي إني بلف يمين، فأرفعها على فوق شوي. ودائما نحاول إن نصير في نفس اللين. طيب الآن لنفرض إني أبغى أتوقف. أول شيء أشيل رجلي من البنزين وأحطها شوي على البريك لين ما تتوقف السيارة. توقفنا. طيب
خلاص الحين السيارة توقفت ورجلي ما زالت على البريك. بعدين من الدي اشيلها احطها على الان اللي النوترال على الفاضي، ولما احطها على الان احط الجلنط اللي هو السيفتي بريك، اضغط الجلنط، وبعدين من الان احط على البي وانا رجلي ما زالت على البريك. الان وقفنا السيارة. اتمنى ان الدرس كان مفيد لكم واتمنى انكم تستفيدون، وبالتوفيق.